بالنسبة لقصة المشاكل والفضايح والكلام الكتير جدا على منتخب مصر الفترة اللي فاتت وعلى الفترة اللي جاية، وكمان بالنسبة للأحداث اللي تمت في مباراة غانا وتفاصيل التعادل 2-2 ومباراة كيب فيردي اللي المفروض انت ما قدامكش حل غير انك تكسبها، هكلمك عنها وهكلمك عن تفاصيل مهمة جدا من داخل كواليس المنتخب. ولكن بعد ما تنتش اللايك للفيديو طبعا صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. وما تنسوش تشتركوا في القناة لو انتوا لسه مش مشتركين، وفعل الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد وكل فيديوهاتنا اللي جاية ان شاء الله على قناة باكورد مع احمد الافندي الحقيقة بس عندي. وما تنسوش كمان تدعوا لاخواتنا في فلسطين، اللهم انصرهم وثبت اقدامهم يا رب العالمين. المنتخب المصري كان يتعادل مع غانا 2-2، وكمان يتعادل قبليها في المباراة اللي قبلها موزمبيق برضو 2-2. طبعا ما حصلتش من سنين طويلة جدا المنتخب المصري يستقبل هدفين في كل مباراة كده بالسهولة دي. لو تقبلناها في مباراة غانا بقيمة ومنتخب غانا، برغم انه مش في مستواه المعروف او مش ده غانا اللي احنا عارفينه في 2010 و2008، مش هنتقبلها في مباراة موزمبيق. ولكن احنا عمالين نتكلم في الموضوع بتاع المنتخب، بخصوصا موضوع محمد صلاح. محمد صلاح عامل ازمه كبيره جدا والناس عماله مكبره الموضوع. يا جماعه محمد صلاح اتصاب، ثبت بالفعل خلاص، حتى اللي كان فيه بيشكك ان وانا كنت بقول ممكن يكون محرج من المباراه، ولكن هو خرج من المباراه بشكل اصابه فعلا في شد في الخلفيه. هو الفتره اللي جايه هيغيب المباراه القادمه والمباراه اللي بعدها في حاله اذا ما صعد منتخب مصر لدور ال16، وبالتالي ما قداموش حل غير ان هو يحاول يشتغل على نفسه الفتره القادمه. مش عايزين نحمل محمد صلاح اكتر منه، صحيح مستنيين منه كتير، ولكن مش هو منتخب مصر بالكامل. خلونا نشوف الماتش اللي جاي ونساند منتخب مصر ونشوف ايه اللي هيحصل امام الراس الاخضر عشان نقيم منتخب مصر بجد، لانه فريق اول المجموعه. مش عارف ايه اللي بيحصل في البطوله دي، حاجه غريبه جدا. الكبار هم اللي وقعوا كلهم والصغار هم اللي طلعوا. بقى اول مجموعه وضامن الصعود 100% خلاص، فبيلعب مباراه تحصيل حاصل وللشهره فقط امام منتخب حامل اللقب لسنين طويله منتخب مصر. فبالتالي خلينا نشوف المباراه دي ونقيم. انا من رايي وجهه نظري الشخصيه ان فيتوريا اضعف بكتير قوي من انه يمسك منتخب مصر. هنشوف الفتره اللي جايه، ولكن تابعوني في الفيديوهات القادمه. ما تنساش تنتش اللايك وتفعل الجرس. اشوفكم في فيديو جديد في رعايه الله. تقبلوا تحياتي، سلام. بالنسبة لقصة المشاكل والفضايح والكلام الكتير جدا على منتخب مصر الفترة اللي فاتت وعلى الفترة اللي جاية، وكمان بالنسبة للأحداث اللي تمت في مباراة غانا وتفاصيل التعادل 2-2 ومباراة كيب فيردي اللي المفروض انت ما قدامكش حل غير انك تكسبها، هكلمك عنها وهكلمك عن تفاصيل مهمة جدا من داخل كواليس المنتخب. ولكن بعد ما تنتش اللايك للفيديو طبعا صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. وما تنسوش تشتركوا في القناة لو انتوا لسه مش مشتركين، وفعل الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد وكل فيديوهاتنا اللي جاية ان شاء الله على قناة باكورد مع احمد الافندي الحقيقة بس عندي. وما تنسوش كمان تدعوا لاخواتنا في فلسطين، اللهم انصرهم وثبت اقدامهم يا رب العالمين. المنتخب المصري كان يتعادل مع غانا 2-2، وكمان يتعادل قبليها في المباراة اللي قبلها موزمبيق برضو 2-2. طبعا ما حصلتش من سنين طويلة جدا المنتخب المصري يستقبل هدفين في كل مباراة كده بالسهولة دي. لو تقبلناها في مباراة غانا بقيمة ومنتخب غانا، برغم انه مش في مستواه المعروف او مش ده غانا اللي احنا عارفينه في 2010 و2008، مش هنتقبلها في مباراة موزمبيق. ولكن احنا عمالين نتكلم في الموضوع بتاع المنتخب، بخصوصا موضوع محمد صلاح. محمد صلاح عامل ازمه كبيره جدا والناس عماله مكبره الموضوع. يا جماعه محمد صلاح اتصاب، ثبت بالفعل خلاص، حتى اللي كان فيه بيشكك ان وانا كنت بقول ممكن يكون محرج من المباراه، ولكن هو خرج من المباراه بشكل اصابه فعلا في شد في الخلفيه. هو الفتره اللي جايه هيغيب المباراه القادمه والمباراه اللي بعدها في حاله اذا ما صعد منتخب مصر لدور ال16، وبالتالي ما قداموش حل غير ان هو يحاول يشتغل على نفسه الفتره القادمه. مش عايزين نحمل محمد صلاح اكتر منه، صحيح مستنيين منه كتير، ولكن مش هو منتخب مصر بالكامل. خلونا نشوف الماتش اللي جاي ونساند منتخب مصر ونشوف ايه اللي هيحصل امام الراس الاخضر عشان نقيم منتخب مصر بجد، لانه فريق اول المجموعه. مش عارف ايه اللي بيحصل في البطوله دي، حاجه غريبه جدا. الكبار هم اللي وقعوا كلهم والصغار هم اللي طلعوا. بقى اول مجموعه وضامن الصعود 100% خلاص، فبيلعب مباراه تحصيل حاصل وللشهره فقط امام منتخب حامل اللقب لسنين طويله منتخب مصر. فبالتالي خلينا نشوف المباراه دي ونقيم. انا من رايي
وجهه نظري الشخصيه ان فيتوريا اضعف بكتير قوي من انه يمسك منتخب مصر. هنشوف الفتره اللي جايه، ولكن تابعوني في الفيديوهات القادمه، وما تنساش تنتش اللايك وتفعل الجرس. اشوفكم في فيديو جديد في رعايه الله، تقبلوا تحياتي، سلام.